طيب، عايزين نتكلم على موضوع المهاجرين والامريكان. هو الشعب الامريكي فعلا ما عادش بيحب المهاجرين، بقى عنده مشكلة معاهم، ولا ايه اللي بيحصل؟ آه الحقيقة الشعب الامريكي جزء مهم جدا جدا عنده، هم المهاجرين، لان هو خليط مهم. المهاجرين بشكل عام هم اللي بيقوموا البلد، بيعملوا شغل كتير، بيعملوا حاجات كتيرة بتكون صعبة، خصوصا في المزارع وغيره. خصوصا المهاجرين الجدد او المهاجرين غير الشرعيين، هم بيكون عندهم القابلية لعمل الأعمال الصعبة والمتعبة اللي أجرها ضعيف، اللي كتير من الأمريكان بيكون عندهم فرص تانية وحاجات تانية يقدروا يعملوا منها دخل أعلى ومجهود أقل، ويقدروا يظبطوا أمورهم عليها بشكل كامل بسهولة. لكن هتلاقي مثلا مزارع وحاجات بتاعت كونستراكشن وحاجات كتيرة بتعتمد على المهاجر، خصوصا الجديد. وفي حاجات بعض الأشغال بتعتمد على المهاجر الغير شرعي أحيانا كمان يعني. طيب، وبعدين ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان في سنة 2022 بالذات حصل ان فجأة الحدود بقت مفتوحة بشكل كبير في المكسيك بالذات، وبدأت الناس تدخل بشكل كبير من غير رابط ولا ضابط، ولا حد بيوقفهم ولا حد بيسألهم ولا غيره. الطبيعي لما كان حد بيدخل من خلال الحدود كانوا بيحصل مقابلات، بيحصل حاجات، يعني في حاجة بيسموها credible fair exam، امتحان زي امتحان كده، زي مقابلة. المقابلة ديت بتكون بيشوف انت هل انت مثلا عايز تيجي، لان طبعا اللي بيدخل مهاجر غير شرعي بيبقى عايز يعمل لجوء. طب هل انت فعلا عندك حالة؟ هل انت فعلا وضعك القانوني او وضعك في بلدك الام فيها خوف، وينطبق الخوف دوت على القانون الامريكي في حالات اللجوء اللي نص عليها القانون ولا لا؟ فبتلاقي ان هو فجأة عدى كل الحاجات دي، ما عملش فينجر برينت او عمل اللي هو البصمة، ما عملش، ما عندهمش ريكورد ليه، ما عندهمش صورة ليه، ما عندهمش بيانات عنه. فلما تحصل جريمة بيبقى صعب ان هم يلاقوا مين الشخص دوت. يعني لو لقوا صورته او لقوا بصمة او حاجة بيبقى مش عارفين مين دوت، لانه مش موجود على السيستم الامريكي. فدي مشكلة، فتسببت في ازمات كتيرة. اكتر ناس هم عايزين يجيبوهم هم الناس اولا اللي عاملين كريمنالز كويس، عاملين جرائم حلو، ودول يعني عملوا حاجات كتيرة خلت الناس اصلا كرهاهم وكرهة تتعامل معاهم، اللي هم عاملين جرائم كويس. يعني دول بوظوا الصورة بشكل عام وبوظوا الدنيا على غيرهم. فهتلاقي ان في ناس اللي عمل سرقات، اللي عمل اغتصاب، اللي عمل مش عارف مين، اللي قتل، اللي حرق، وهكذا. الناس دي اكتر ناس مطلوبة. كمان الناس اللي عندهم اللي دخلوا من سنة 22 لغاية دلوقتي اخر سنتين، ودخلوا من الحدود كده من غير مساءلة ولا رابط ولا ضابط، وهم ما عندهمش ريكورد ليهم، هم ما عملوش حاجة ليهم. يعني بعد ما دخلوا ما جوش مثلا رفعوا قضية وعملوا لجوء او عملوا غيره، لا ما عملوش الكلام ده. فالناس ديت بقت مطلوبة كويس في الترحيلات وغيره. وده اصلا الطبيعي، يعني ده الطبيعي بتاع السيستم بتاع البلد بتاع الاميجريشن. يعني ده مش حاجة مش طبيعية. هم دول مطلوبين وهم بيحاولوا يجيبوهم عشان الكلام دوت. طيب، انا سمعت من شوية فيديو لمحامي مشهور، استاذ محمد الشرنوبي مثلا، وهتلاقي ناس كتير بتتكلم عن المواضيع ديت. هو السؤال الاهم، هل الناس اللي بيقبضوا عليهم ياخدوهم اول ما ياخدوهم يروحوا اخدينهم رحلينهم على طول؟ لا،
اللي بيترحل على طول الناس اللي عليهم deportation، اللي هو عليهم امر ترحيل اصلا، يعني دخلوا وعملوا قضيه وعملوا غيره ودخلوا لغايه لما وصلوا المحكمه، والمحكمه عملت عليهم امر ترحيل، والامر الترحيل دوت ما تنفذش. فدول اول ناس وعايزين يرحلوهم. هما واللي عاملين جرائم كبيره نفس القصه، يعني حد مثبت عليه ان هو عمل جريمه معينه بيجيبوه عشان يرحلوه فورا. كويس. يعني دول اكتر حاجات هتلاقي عليهم الكلام دوت، اللي اخدين امر نهائي او غيره. طب لو حد جه مسكوه حلو ودخل وهو معلوش كلام من، يعني هو ما عندوش ترحيل وما عندوش جريمه، بيعملوا له اللي هو الكريديبل فير اكزام دوت. حلو. بيعملوا معاه مقابله، بيقدر لو هو عنده محامي يقدر ان يحضر معاه، وده مهم جدا ان المحامي يكون موجود يسمعوا قصته، بيشوف ايه الوضع بتاعه، وبناء عليها بيحددوا. لو هم شايفين ان هو كواليفايد كويس، القصه بتاعته مناسبه وبتاع، بيوافقوا او لا. لو رفضوا بيقدر يدخل المحكمه، يعني لسه عنده وقت يقدر مع المحامي يدخل المحكمه. لو دخل المحكمه وقال القصه بتاعته وقال حاجته ولقى ان هي المحكمه قبلت بيها، تمام، خلاص كده بيكمل اجراءاته عادي وبيطلع طبعا. لكن لو المحكمه شافت غير كده خلاص كده رفض نهائي، وكده الموضوع انتهى، وكده بيدخل للترحيلات. الموضوع يعني ايه، هو قانوني بشكل كبير، وليه طريقه ونظام معين. كويس. الناس ما تخافش، الناس ما تترعبش، لكن في نفس الوقت كل واحد لازم يعدل وضعه القانوني. تعديل وضعك القانوني بيحميك ويخليك في مكان كويس، وضع كويس، ما عندكش مشكلة كبيرة. لازم تتواصل دايما مع محامي او مع المراكز اللي اتكلمنا عليها قبل كده كذا مرة، وبنقولها تاني وتالت، اللي هي بتساعد الجاليات المختلفة، وبيبقى بأجور رمزية او ببلاش، زي العرب اسوسيشن، Arab American Association الموجود في بروكلين وغيره. دور انك تظبط نفسك، دور انك تحمي نفسك، عشان تتجنب ان انت تخش في مشكلة. دايما خلي معاك ورقك في جيبك، سواء الاصل او صورة منه، الورق بتاعك يكون معاك حسب حالتك. حلو. ان الامريكان مش بيكرهوا المهاجرين، الامريكان بشكل عام، يعني طبعا اغلب الشعب مش كل الشعب، الامريكان بيتعاملوا معاهم، الامريكان بيحبوهم بيعاشروهم. يعني طبعا جزء كبير جدا من المهاجرين الموجودين في امريكا هم هسبانيك، يعني جزء كبير من الناس اللي بيعتبروهم مهاجرين غير شرعيين الهسبانيك، جزء كبير منهم، لان هم بيكونوا دخلوا ما عملوش ورق، ما عملوش حاجه، فدي مشكله بالنسبه لهم. لكن هم طيبين، وهم بتوع شغل، وهم فيهم صفات كتيره حلوه، وكلنا عندنا علاقات حلوه جدا معاهم. الجاليه العربيه بشكل عام ما عندهاش جرائم كتير زي الجاليه التانية، لان الجاليه التانية اكبر اصلا بكتير. الجاليه العربيه مش القصه ان هو يعني عاملين الموضوع عشان يرحلوا العرب مثلا او يرحلوا جاليه معينه. الموضوع ان هم بيدوروا على الناس الغير قانونيين فقط. فانت ظبط امورك، ظبط حاجتك، شوف الدنيا عامله ازاي، شوف ورقك عامل ازاي، وامشي قانوني وامشي مظبوط، ما تعملش جرائم.